من ضمن العمليات المعقدة والخاصة اللي أجريناها في مستشفى الإمام الحجة عليه السلام هي عملية تثبيت كسور الفك الأسفل. طبعا المراجعة جانا للطوارئ بعد منتصف الليل بحادث سير أدى إلى كسور متعددة في مفصل الفك الأسفل. طبعا الموضوع لحد الآن احنا اعتيادي انه كسر فك أسفل ونجري العملية، لكن الصعوبة تكمن في ان المريض أيضا يعاني من كسر في الفقرات العنقية. هذه الكسور في الفقرات العنقية لا تحتاج إلى تداخل جراحي، لكن تحتاج إلى تثبيت، تحتاج إلى الكولر الثابتة. هذه طبعا العملية لازم احنا نأديها بطريقة خاصة بحيث من نسوي أي حركة مفاجئة للرقبة ممكن أنه تؤدي إلى قطع كامل في الحبل الشوكي. أجرينا العملية طبعا بمهنية وحرفية عالية من قبل كادر التخدير بقيادة الدكتور زيد، قام بإجراء عملية تنبيب بالناظور. كذلك بلشت بإجراء العملية بتثبيت بالصفائح المعدنية للكسور اللي موجودة للمريض. الحمد لله المريض الآن أجرى عمليته وأكملها، والآن في وضع الإفاقة في صالات العمليات الكبرى. واحدة من العمليات الخاصة اللي أجريناها في مستشفى الإمام الحجة عجل الله فرجه. حقيقة العملية كانت خاصة لأنه المريض عنده عدة كسور جراء الحادث. الكسور في مناطق مهمة وخطرة. الكسر الأهم كان في قاعدة الرقبة وقاعدة الرأس، وعدة كسور أخرى في الفك، وكسور أخرى في الرأس، وبعض العظام في مختلف أطراف الجسم. الأهم كان في هذا الموضوع كان تثبيت كسر في الفك، والآن أكملنا العملية وجريناها. بالبداية كان التخدير بطريقة خاصة، لأنه يعني هكذا مرضى صراحة من الصعب ومن المهم أنه نكمل عملية الأنببة أو دخول الأنبوب التنفسي خلال العملية. لازم أن يكون يعني بدون أي حركة، بالتالي إذا كان هناك أي حركة راح يؤدي إلى كسر في الفقرات العنقية وبالتالي شلل المريض. فكلش كنا دقيقين بهذا الموضوع، والحمد لله دخلنا التيوب أو الأنبوب عن طريق ناظور اللي هو ناظور الصدر. عن طريق الناظور شفنا مكان المجرى التنفسي وخلينا الانبوب تنفس، والحمد لله عبرنا هاي المرحله بسلامه، رغم كان المريض يعاني من نزف بسيط وتورمات في المنطقه جراء الحادث. بعدها اكمل الفريق جراحه الفك، يعني عمليه كلش كانت دقيقه، والحمد لله اكملنا العمليه، والمريض حاليا حالته جدا جيده، وسيتم إخراجه إلى الرتهات إن شاء الله.